عايزة أتكلم النهاردة على مفهوم تقدير الذات الحقيقي، مش بس الكلام التحفيزي اللي احنا دايما بنسمعه. لا، عايزة أتكلم بمنظور مختلف. بشكل عام، ايه هو مفهوم تقدير الذات؟ هو تقييم شامل بيعمله الفرد لقيمته الخاصة، سواء بقى من حيث قدراته، مهاراته، عيوبه أو نجاحاته. والموضوع ده يا جماعة بيمثل المراية النفسية اللي بينعكس عليها نظرتي لنفسي، وبيأثر بشكل كبير قوي على جودة حياتي وقراراتي اليومية. أنا عارفة إن هو كلام مجعلص وكلام علمي جدا، بس إحنا هنفهم في السكة أنا بقصد إيه. تقدير الذات بيتأثر عن طريق 3 محاور أساسية. أول واحدة، تقييمك لكفاءتك، لذكائك، لقدرتك على تحقيق أهدافك. تاني حاجة، تصورك ازاي الناس شايفاك ورأيهم فيك وفي قيمتك. 3، مدى تقبلك انت لشكلك الخارجي وجسمك يعني بشكل عام. طبيعي ان تقدير الذات لو مرتفع هيحصل هدوء نفسي وقبول للنفس وثقة. الموضوع هيبقى جميل جدا. اما لو تقديرك لذاتك منخفض، فانت هتعاني طبعا من النقد المستمر لنفسك. هيكون عندك كده خوف من الفشل دايما، فما بتقدمش على حاجة. هتدور دايما على إرضاء الآخرين على حساب نفسك، لأن انت متخيل انك لو رضيتهم هيحبوك، وهكذا. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة، اللي هي ازاي أحسن تقديري لذاتي. ودي شوية خطوات بينصح بيها مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية، إن الواحد لو عملها هتأدي بشكل كبير قوي لرفع تقديرك لذاتك. أول حاجة، الوعي بالأفكار السلبية، إن أنت تراقب أفكارك والمواقف اللي بتحصل حواليك اللي هي بتهز ثقتك في نفسك، وتحددها بتحديد واضح. تبقى شايف الحاجة السلبية اللي هي بتأثر عليك سلبي. تاني حاجة، استبدل النقد بالتعاطف. يعني ايه؟ يعني وقف جلد ذات وعامل نفسك بحب وطبطب عليها. 3، حدد الإنجازات اللي انت عايز تنجزها في حياتك وركز على نقط القوة اللي عندك، واكتب الإنجازات اليومية اللي انت بتحققها حتى ولو صغيرة جدا جدا جدا. 4، حط حدود صحية مع الآخرين عشان تحمي صحتك النفسية وطاقتك. وفي كده شوية تمارين عشان أعزز ثقتي بنفسي أصلا، عشان لما ثقتي في نفسي بتزيد تقديري لذاتي بيزيد. باختصار شديد، يعني الموضوع ده أنا ممكن أعمل له فيديو لوحده خالص، لكن باختصار إزاي أزود أو أعزز ثقتي بنفسي. أول حاجة، تمرين اسمه تحدي التواصل البصري. فكرة ان انت ما تبقاش خجول، فوانت واقف في اي مجتمع تبص للشخص اللي قدامك في عينيه وتتواصل معاهم، ده بيديك ثقة في نفسك اكتر. كمان سجل انجازاتك اليومية زي ما قلنا، ده بيرفع ثقتك في نفسك لما بتبص تلاقي نفسك حققت حاجات كتير في اليوم. خلي شكلك حلو، اهتم بمظهرك الخارجي، بأكلك، العب رياضة، البس حلو. كل ده بيعزز ثقتك في نفسك. في كمان حاجة مهمة جدا، ودي أنا بتكلم عليها كتير جدا، حاجة اسمها التأكيدات أو التوكيدات الإيجابية. دي حاجة كده خاصة ببرمجة العقل الباطن، إن أنا لما بقعد أقول له كلام إيجابي عن نفسي، بعد 7 ل21 يوم خلاص بيقتنع بالفكرة تماما. حتى لو انت مش مقتنع على فكرة، يعني لو انت وقفت قدام نفسك وقلت أنا واثق في نفسي، أنا بحب نفسي، أنا قادر أنجز الحاجة الفلانية، بالتكرار ده عقلك الباطن هيقتنع. هتنام وتصحى في يوم من الأيام هتلاقي نفسك حاسس إنك فعلا تقدر. التوكيدات دي يا جماعة حاجة علمية، مش أنا اللي بقولها. يعني انتوا لو قريتوا في موضوع علم النفس وموضوع برمجة العقل الباطن هتلاقوا قد ايه قيمة التوكيدات دي مهمة جدا جدا. وهعمل فيديو تاني قريب على التوكيدات، بس عشان اراجع معاكم اللي انا قلته زمان وبقوله بقالي سنين في موضوع التوكيدات. فإن شاء الله أتمنى أن يكون الفيديو اداكوا شوية نقط تقدروا تشوفوا بيها تقدير الذات بشكل مختلف، وإزاي تقووا تقديركم لنفسكم، وإزاي تزودوا ثقتكم في نفسكم علشان تبصوا لنفسكم بشكل أحسن.